السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في خبر جديد من بيفوز. دخل اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي تاريخ ريال مدريد الإسباني من أوسع الأبواب اليوم السبت خلال مباراة الفريق العاصمي أمام إشبيلية في الليغا على ملعب سانتياغو برنابيو. وسجل حكيمي الهدف الخامس ريال مدريد في مرمى إشبيلية بالدقيقة 42 من المباراة، ليصبح أول لاعب عربي في التاريخ يسجل هدفا مع الفريق الملكي. وكان الدولي المغربي قد صعد للفريق الأول هذا الموسم، وشارك في العديد من المباريات كبديل للظهير الأيمن الإسباني الدولي داني كارفاخال. فقبل نهاية الشوط الأول للمباراة ب4 دقائق انطلق أشرف حكيمي على رواقه الأيمن الفارق، فمر له كريم بنزيما كرة جعلته ينفرد بالحارس ريكو ويسكن الكرة الشباك، معلنا عن الهدف الأول له في مسيرته في الليغا. لينتهي الشوط الأول كان بمثابة كابوس لفريق إشبيلية. كان هذا كل شيء. شكرا على المشاهدة. ادعمونا بالاشتراك في القناة، وحفظكم الله ورعاكم.